السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. منتخب مصر يفوز على زيمبابوي 2-1 وحصاد اليوم الثاني من كأس الأمم الأفريقية. وقيمة اليوم 3 مباريات في كأس الأمم الأفريقية في اليوم الثاني لكأس الأمم الأفريقية. في المجموعة الأولى أقيمت المباراة الثانية ما بين منتخب زامبيا ومنتخب مالي وتعادلوا 1-1. وكان منتخب مالي اتقدم 1-0 وضيع كمان ضربة جزاء، وجه منتخب زامبيا تعادل في الوقت بدل الضايع لتنتهي المباراة بالتعادل وتقاسموا النتيجة وتقاسموا نقاط المباراة. وهم طبعا في المجموعة بتاعت المغرب وجزر القمر اللي لعبوا امبارح، والمغرب فاز 2-0. المباراة الثانية بالنسبة لليوم النهارده، وكانت هي المباراة الأولى في مجموعة مصر، كانت ما بين منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب أنجولا، وفاز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب أنجولا 2-1. المباراة الثالثة بقى واللي هنتكلم عنها مباراة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي، واللي منتخب مصر فاز فيها على منتخب زيمبابوي 2-1 بعد ما كان منتخب زيمبابوي اتقدم في الشوط الأول في الدقيقة 20. ورجع بعد كده عمر مرموش اتعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 64، ومحمد صلاح يحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضايع ليفوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي 2-1. ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز، ألف مبروك ال3 نقاط، مبروك للجمهور المصري. ولكن في علامات استفهام كتير جدا على التشكيل وعلى خطة اللعب وعلى الأداء، لأن احنا النهاردة كنا بنلاعب فريق زيمبابوي من أضعف فرق البطولة، والفريق في أول 10 دقايق يعني كان عاوز أقول ركبه بيتخبط في بعضيها، وكان ممكن مصر تتقدم ب3 4 أهداف في أول 10 دقايق. ولكن بعد كده تبان عندنا اخطاء فظيعه جدا هنتكلم عنها، واخطاء دفاعيه واخطاء بنص الملعب واخطاء تمركز واخطاء من حارس المرمى كلفتنا الهدف اللي دخل في الدقيقه 20، وكان ممكن يجي هدف تاني بعديه لولا ستر ربنا، وكان ممكن النتيجه تتعقد جدا وتبقى بدايه صعبه جدا وتدخلنا في دوامه احنا كنا بعيد عنها خالص والمفروض ما نخشش فيها. ولكن الحمد لله على الفوز، مبروك المكسب، الف الف مبروك للمكسب والفوز، وان ربنا كرمنا وعرفنا نطلع بال3 نقط النهارده بعد الدربكه اللي حصلت في الشوط الاول. مبدئيا التشكيل لعب حسام حسن النهارده 4-3-3، ولكن هي المشكله في التوظيف نفسه اللي حصل ده اتاخد، بس هو بدأ يحس بالموضوع ده بدري وبدأ يحاول يصلح الموضوع ده في الشوط الأول. بدأ بتشكيل محمد الشناوي حراسة مرمى، الرباعي بتاع خط الدفاع محمد هاني ومعاه ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي، قدامهم 2 ديفندرات ارتكاز مروان عطية وحمدي فتحي، بعد كده قدامه إمام عاشور، دول ال3 خط الوسط. وبعدين خط الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه. عمر مرموش لعب النهارده راس حربة، وديت كانت مفاجأة حسام في التشكيل، ولو ان في ناس كتير قالوا عليها وهو ممكن يكون حسام اصلا يعني مش مع مصطفى محمد كده، تحس ان الامور مش ماشيه، مفيش اقتناع قوي بمصطفى. ولكن النهارده بان وظهر قوي ان عمر مرموش ما ينفعش يلعب راس الحربة المحطة اللي يلعب بظهره للجون واللي يقف على الكوره ويحضن ويلعب الكوره العاليه. لا، عمر مرموش عاوز يلعب في مكانه يا وينج شمال يا لعيب بيجي من ورا، اللي هو زي اللي هو ال9.5، اللي هو اللعيب المهاجم المتحرك اللي بيجي هو سريع جدا مع سرعته مع حركته وهو وشه للجون. هو ديت خطوره عمر مرموش. المهم المباراة بدأت وبدأنا اللعب. في أول 10 دقايق في فرص كتير، سواء من إمام عاشور من مرموش من تريزيجيه من صلاح، في فرص كتير جدا. فريق زيمبابوي فريق يعني متواضع جدا في رأيي، متواضع جدا جدا جدا، ولكن مع الوقت بدأ يقف على الكورة، لغاية ما عملوا هجمة من عند من عند الوينج اليمين بتاعهم وعند الباك الشمال بتاعنا، واتلعبت الكورة واللعيب راح لامم الكورة ولافف بيها وشايط الكورة ضعيفة جدا بس مركونة في الزاوية على يمين الشناوي أرضية بالهدف الأول لزيمبابوي. طيب المشاكل بقى اللي بدأنا نلاحظها فين؟ ان احنا بنلعب من غير راس حربة صريح، ان احنا عندنا مشاكل في محورين الارتكاز. اولا محورين الارتكاز كانوا يعني من أسوأ حالاتهم النهارده، والنهارده مروان عطيه يعني حتى حسام حسن سحبه لان كان عنده انذار وعمل فاول تاني، كان ممكن ياخد انذار تاني وينطرد. وحمدي فتحي برضو النهارده ما كان
ففي نص الملعب رغم ان احنا بنلعب باتنين ارتكاز 6 صراح، مع كده كان نص الملعب بيتاخد مننا. وكمان المدافعين كلهم كانوا في مستوى صعب جدا. حسام عبد المجيد كان مستوى ضعيف جدا وصعب جدا. محمد حمدي ومحمد هاني برضو ما يعني كان بيتعدى منهم بسهولة جدا. محمد الشناوي كان مهزوز جدا وبان في الهدف انه كان ممكن يعمل تراي احسن من كده عليه، وبان في الكرة التانية اللي حاول يصدها وصدها غلط. ولولا ياسر ابراهيم زاحم المهاجم في اخر لحظة وهو بيعمل الفولو على الكرة، هيحط كرة الهدف التاني في مصر وكان يصعب الامور علينا خالص. ولكن ياسر ابراهيم زحمه، رغم ان الكره كمان جت في ايد ياسر ابراهيم بس هو كان بيرتكز على ايديه، فالفار ما استدعاش الحكم وما حصلش فيه تدخل من الفار، والحمد لله. كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. عموما حسام حسن تدارك الموضوع ده في الدقيقه 33، طلع امام عاشور. على فكره امام عاشور كان كويس، بس هو ممكن عشان عارف انه مش هيقدر يكمل معاه بنفس المجهود لان لسه راجع من فتره يعني غياب بعيده جدا. ونزل مصطفى محمد كراس حربه رئيسي، ونزل تحتيه بقى عمر مرموش بقى هو اللي بيلعب 8 متقدم مكان امام، او نقول 10 لو لعب 4-2-3-1، وصلاح وينج يمين وتريزيجيه وينج شمال. وساعات بيبدل هو وتريزيجيه، يعني ساعات بيبدلوا الاماكن بتاعته. وفي الشوط الثاني سحب تريزيجيه وسحب مروان عطيه ونزل زيزو وابراهيم عادل. وفي الاخر الماتش خالص نزل محمد حمدي، جات له اصابه فخرج محمد حمدي ونزل احمد فتوح. اللي احنا شفناه النهارده ان المنتخب في الماتش الجاي جنوب افريقيا يوم الجمعه وبعديه انجولا، لا يعني حراسه المرمى فيها مشكله، خط الدفاع بالكامل فيه مشكله، وسط الملعب الدفاعي فيه مشكله كبيره جدا. النهارده كان خط الوسط وانت بتلعب باتنين ستتين اللي هم حمدي فتحي ومروان عطيه، ومع كده كان وسط الملعب بيتاخد مننا. غير ان كان في خشونه، يعني ممكن تحصل فيها حاله طرد النهارده. تاني حاجة بقى رباع خط الدفاع، وحسام عبد المجيد كان سيء جدا النهارده، وحتى باكين الطرف واهتزاز الشناوي. فده عاوز بقى تدريبات مظبوطة جدا، وعاوز المفروض في التشكيل الفترة اللي جاية يعني يحاول بقى يستخدم الأوراق اللي معاه كويس واللعيبة اللي معاه كويس، ويحاول يعالج المشاكل اللي حصلت النهارده. مشاكل كتير جدا حصلت النهارده. هو فوز الحمد لله، ان الفوز كان مهم في اهميته، ان انت محتاج الفوز دلوقتي. ودايما في الكوره كده يتقال في الظروف اللي انت فيها ما انتش كويس، او يحصل لك مشاكل او يحصل لك دروب، ان يجي فيك جون في التلت ساعه الاولاني، اللي الجون جه في الدقيقه 20، وانك انت تتخطف وكده، وانك انت تعرف ترجع وتفوز، فده حاجه كويسه جدا. حتى لو الاداء وحش، بس المفروض المهم ان انت كسبت، ودينا ايه كسبت. ولكن هنشوف بقى الماتش الجاي ايه اللي هيحصل ان شاء الله، وهنشوف بقى حسام حسن هيتدارك الموضوع ده امتى. ويا ريت اللعيبه اللي تستاهل تلعب تلعب، واللعيبه اللي بعيده عن مستواها ممكن تريح شويه، لان باين دلوقتي ان كان في لعيبه النهارده ما هياش في مستواها خالص. هل البدلاء او اللي موجودين وما لعبوش في نفس المستوى، او برضه مش هيبقوا كويسين؟ دي تبقى مشكله تانية، لان النهارده بان ان في لعيبه كتير جدا كانت بعيده عن المستوى وكانت خارج الخدمه خالص. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل النهارده، وان شاء الله نتقابل في لقاء تاني مع ماتشات تانية باذن الله، ويكون ان شاء الله منتخب مصر باذن الله فايز واحسن من كده، ونعرف نتدارك المشاكل اللي حصلت لنا، ونتدارك العيوب والاخطاء اللي حصلت عندنا النهارده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.